السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتعلم إزاي نحول من الحساب بتاع الشخص، حسابك الشخصي، لأي حساب تاني داخل البنك الأهلي أو بنك آخر من خلال شاشة الأهلي نت. اللي أنت بتدخلها بالباسورد والآي دي اللي بيديها لك البنك. بعد ما بتفتح شاشة الحساب عادي بتدوس على مدفوعات، اللي هي تاني اختيار جنب الحسابات مباشرة. هيفتح لك شاشة فيها مجموعة من الاختيارات، هتخش على اليمين هنا وتختار إدارة حسابات المستفيدين. إدارة حسابات مستفيدين عشان تدخل المستفيدين اللي انت هتحولهم الفلوس. لو هو مستفيد واحد هتدخل مستفيد واحد زي ما احنا هنشوف دلوقتي. بتحدد نوع المعاملة، بتختار تحويل حساب داخلي، ده للتحويل من البنك الأهلي لحساب آخر داخل البنك الأهلي. لو هتحول لبنك آخر بتختار ايه، محلي، نوع المعاملة محلي. بعد ما بتختار تحويل حساب داخلي بتختار بعد كده إنشاء حساب المستفيد عشان تنشئ حساب المستفيد اللي انت هتحول له الفلوس. بتعمل كود للمستفيد ترتيبهم 1 2 3 4 10 20 30 عشان تبقى عارف الرقم بتاعه، وبعدين اسم المستفيد، وبعدين فرع بتاع بنك المستفيد، ورقم الحساب بتاعه المستفيد بالكامل، والبريد الإلكتروني للمستفيد. فلنفرض ان احنا هنا ادينا كود المستفيد رقم 1، وبتكتب اسم المستفيد هنا، وبتختار الفرع بتاعه، الفرع التابع ليه الحساب بتاعه، مش الفرع التابع ليه محل سكنه، يعني الحساب بتاعه ده طالع من فرع ايه. وتكتب رقم الحساب وبعدين البريد الالكتروني، وتكتب الكود اللي باين في الشكل قدامك ده، تكتبه هنا تاني في الخانة دي عشان نتأكد ان مفيش كمبيوتر او روبوت هو اللي بيعمل عملية التحويل، وان فعلا في شخص فعلي هو اللي بيعمل عملية التحويل. وبعدين تروح قايل اضافة، بترجع تاني للشاشة الرئيسية بعد ما ضفته. وبعد كده بتختار الحساب بقى اللي انت هتحول منه، اللي هو حساب المرتب مثلا. حساب المرتب بتختاره رقم الحساب المحول منه، سيب الاختيارات اللي فوق دي زي ما هي. وبعدين عند حساب المستفيد بتدوس على العدسة اللي هنا دي، بيطلع لك شاشة بتدخل فيها الكود اللي انت كتبته، فلنفرض اللي هو 1، وتدوس على بحث. بيجيب لك كل المستفيدين اللي انت ممكن تحول لهم. اللي تحت ده كله مؤسسات خيرية، انما هتلاقي الارقام اللي انت ضفتها هتلاقيها في الاول. هو الكود 1، اسم المستفيد ورقم حساب المستفيد والبريد الالكتروني هتلاقيهم مكتوبين، بس انا هنا مضلل عليهم بالاصفر عشان السرية. وبعدين بتعمل عرض، بتتنقل البيانات ديت للخانات اللي هنا دي، الحساب ايه، والفرع بتاع المستفيد، والبريد الالكتروني. بتكتب مبلغ التحويل، ولو عايزه تحويل لحظي يتم في الحال بتسيب الاختيار زي ما هو. لو عايزه يتحول في تاريخ معين بتختار الاوبشن اللي تحت ده، وتكتب التاريخ اللي انت عايز تحول فيه. وبعدين بتكتب السبب بتاع التحويل، بتكتب السبب بتاع التحويل ان كان جمعية، ان كان مثلا سلفة، ان كان اي سبب بتكتبه. وبعدين بتكتب الشروط والاحكام وتفاصيل الرسوم، بتعلم عليهم الاتنين صح، وتدوس على تنفيذ. بيجيب لك الخانات ديت اللي انت كتبتها عشان تتأكد انها صحيحة، والمبلغ اللي انت هتحوله. بعد ما تتأكد انها صحيحة بتدوس على تأكيد. بيفتح لك الشاشة بتاع ادخال الرقم الكود السري من الهارد توكن، الجهاز اللي بيديهولك البنك الاهلي. بتعمله في خطوات بسيطة جدا، بتدوس على اوكي دوت لمدة 3 ثواني، بيظهر لك كلمة هلو. بتختار زرار رقم 3 ده للتحويل من البنك الاهلي للبنك الاهلي نفسه داخل البنك الاهلي، وتكتب رقم الحساب بتاع المستفيد مرة، اخر 5 ارقام من رقم حساب المستفيد، وتدخلهم تاني اخر 5 ارقام رقم المستفيد، وبعدين تدوس اوكي. هيطلع لك 6 ارقام هم دولت اللي بتكتبهم هنا. بعد ما بتخلص بتدوس على ارسال، وكده تبقى انت